لا يتفق معي في هذا الامر. نعم. ضد فكره اقصاء اي حزب عن ممارسه العمل السياسي وان يكون متواجد، لان اي حزب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار هو من نسيج هذا الوطن. واضم صوتي في هذا للحزب الوطني ذاته الذي عانينا في ظله من الاقصاء والابعاد. فالذين يؤمنون بالديمقراطيه والتحول الديمقراطي والتعدديه لابد ان يقبلوا الاخر حتى لو كان يعني لاقى منه ما لاقى الامرين. تمام. سياده المستشار كلمه انا هبدا من حيث انتهى يعني زميلنا. تمام. احنا بنتكلم على الحزب الوطني. نعم. الحزب الوطني بما له وما عليه. الحزب الوطني ده تاريخ سطر في التاريخ. نعم. انه يشكل الديكتاتوريه البشعه. نعم. وبالتالي لن يقبله المواطن المصري. انا مش هقبله. أيوه. مش هقبل ان انا اعيد حزب ينزل ونسيب الصندوق لا 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 انا ليك اقول رايي سريع. اتفضل. انا لما تقدمت كحزب السلام الديمقراطي الطعن الاصلي، الدعوه الاصليه بحل الحزب الوطني الديمقراطي، كان ذلك منذ عام 2005. نعم. في ديسمبر 2005. أيوه. القضاء الاداري مش رفض، حكم في الجزئيه الخاصه بحل مجلس الشعب وقال ان معظم الدوائر ما تحكمش فيها في البطلان، وبالتالي الدعوه ما هياش مقبوله. نعم. جددت الدعوه امام الاداريه العليا. أيوه. بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وكانت ايضا الدعوه الاصليه امام المحكمه الاداريه العليا. لقد تفاجأنا بخبر صار. المحكمه الاداريه العليا اصدرت تقرير هيئه مفوضين الاداريه العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفيه امواله وتسليم ممتلكاته الى الدوله. يحيى العدل. كما يحيى العدل فعلا. أيوه. كما سطر حزب السلام في صحيفه الدعوه بالظبط. تمام. لم نختلف. ليه؟ لان المصريين عندهم الشعور بالظلم، عندهم الاحساس ان السطوه والغطرسه والتجبر لابد ان يكون له نهايه. انا لو سمحت انا بس لا اسمعني.